5 حاجات يخلوك تحضر معايا مجموعة مدرسية في مدرسة السعدية. رقم 1، أولا التخصص. هتلاقي مدرس الإنجليزي مش بتاع ألماني، ومدرس الرياضة مش بتاع جغرافيا، ومدرس التاريخ مش بتاع علم نفس. تخصص. تاني حاجة الوسائل التعليمية. حضرتك متوفر في المدرسة شاشة سمارت بورد، نت مجاني بلا حدود. كل ده هيساعدنا ان شاء الله ان احنا نبحث في المواقع اللي الوزاره منزلاها ونوصل لاعلى مستوى باذن الله. ثالث حاجه الاعداد. طبعا حسب تعليمات الوزاره وتعليمات الاداره وتعليمات مدير المدرسه ما ينفعش الاعداد تبقى كبيره قوي والطالب مش شايف المدرس، فالمدرسه محدده عدد محدود، وده طبعا هيفيد الطالب وفاتح اكتر من ميعاد للمجموعه المدرسيه. رابع حاجه هتتعامل زي السنتر بالظبط. الواجب هيصحح، اتصال بولي الامر، في جوائز للطلبه المتفوقه، شهادات تقدير، مكافآت، رحلات، هتتعامل زي السنتر بالظبط. والطالب الوحش هنتصل بولي امره ما عملتش الواجب وهروقك. خامس حاجه الاطلاع المستمر على كل تحديثات الوزاره. حضرتك هنبقى متابعين الوزاره اول باول، واي تحديث في التقييمات او في الامتحانات الشهريه هيبقى معانا التقييمات، فباذن الله هنبقى ماشيين حسب تعليمات الوزاره والمنهج الجديد، فهنبقى باذن الله في تطور مستمر. هيبقى معانا كل جديد وهنقدمه لكم باذن الله في المجموعه المدرسيه لطلاب مدرسه السعديه. سادس حاجه لما نتقابل في المجموعه المدرسيه هبقى اقولها لكم. سلام.